اول ما تقلبيها بقدرة قادر تلاقيها عسولة كده زي ما انت شايفة. حاجة كده فاخر من الاخر، جميلة ومش محتاجة صوص ولا اي حاجة. بصي بقى لما قلبناها سهلة وطالعة زي ما هي متماسكة وفي منتهى الجمال. تعالي مع بعض نشوف هنعمل ازاي قدرة قادر او كيكة الكريم كراميل. ولو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي امنية، اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا هاتي الحليب اللي في التلاجة. اول حاجة انا جبت هنا لتر من الحليب وشلت منه حوالي كوباية. علشان يطلع معاكي الكريم كراميل متماسك قللي نسبة الحليب شوية. وبعد كده ضفت عليهم 2 باكت من الكريم كراميل، وهنبدأ ندوبهم كل ده على البارد. ما تحطيش الكريم كراميل على اللبن وهو سخن. وبعد كده هندوبهم كويس جدا جدا ونرفعهم على نار هادية لمدة ربع ساعة لحد لما يبقبق ويغلي. هنجيب بقى هنا اكياس الكراميل بتاعتنا ونضيفها حتى اخر قطرة. ما تسيبيش ولا نقطة، نزلي كل الكريم كراميل. عايزة تعملي كريم كراميل على ايديكي، سوري، تعملي كراميل على ايديكي، اللي هو كوباية سكر وحوالي 3 معالق من المية وترفعيهم على النار، اعمليها. بس انا بسهل عليكي وهنعملها هنا بالباكت بتاعنا اللي موجود في العلبة بتاعة الكريم كراميل. خلصنا الكمية، هنبدأ نحرك ال ال الكراميل بتاعنا ونحاول نخليه ينزل في القاع بتاع الصينية كويس جدا. تمام. اثناء الكلام ده لازم تحركي الكريم اللي على النار علشان خاطر ما يكتلش معاكي. هو كده كده مش هيكتل، مش زي الحاجات اللي فيها نشا، لا هو مش هيكتل معاكي خالص. بس احنا برضو ايه، ناخد الحرص واحنا شغالين كل شوية نقلب بالويسك كده لحد لما يبقبق ويستوي معانا. بعد ما يستوي ونخلص الحركة اللي احنا عملناها في الصينية، هنبدأ بقى نصب او نسكب الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها على النار في الصينية. انا هنا ما خدتش في الحقيقة الكمية كلها، خدت جزء كده بسيط وسبت شوية صغيرين عشان اما اجي احط الكيكة ما تبقاش عالية قوي، ما تطلعش بره الصينية. بعد كده جبت زي ما حضرتك شايفة كده عدد 2 بيضة، ونزلت عليهم بكوباية الا ربع من السكر، ونزلت عليهم بكيسين من الفانيليا، وهتضربي كويس جدا لحد لما السكر يدوب. لازم السكر يدوب علشان يديكي نتيجة كويسة. عايزة تضربي بالمضرب الكهربائي اضربي، انا هنا كنت بضرب بالويسك عادي جدا اليدوي، بيسهل عليا وما بياخدش وقت خالص. وبعد كده جبت معايا نص كوباية من الزيت وهبدأ انزل بيها واضرب برضو. هتنزلي وتضربي في نفس الوقت. تمام. تمام. هنفضل نضرب لحد لما القوام بتاعنا يتقل شوية كده زي ما حضرتك شايفة، ونزلي طبعا السكر اللي في الجوانب وتأكدي ان هو داب معاكي تماما. هنا انا كنت جايبة كوبايتين من الدقيق وشايلة منهم حوالي 3 معالق، وكنت ضايفة عليهم كيس كامل من البيكنج باودر. وبعد كده ضفت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهنا ده اختياري، عايزة تعمليها بالفانيليا اعمليها، عايزة تعمليها بالكاكاو اعمليها. بعد كده ضفت عليها زي ما حضرتك شايفة كوباية الا ربع من الحليب، ولو حسيتي انها محتاجة شوية سوائل زودي. تمام. انا هنا اخدت مني كوباية الا ربع من الحليب وبس. هكمل بقية الحليب بتاعنا ونقلب. انا عايزة قوامها يكون متماسك شوية، عايزاها هش اكتر زودي حليب شوية. تمام. هتكوني في الوقت ده محضرة الفرن بتاعك على درجة حرارة 180، وتسيبيه لحد لما تخلصي وصفتك خالص عشان يكون جاهز. هنا خلاص الكريم كراميل بتاعنا احنا حطيناه، حتى هو عمل طبقة قشرة، المفروض ان احنا نشتغل بسرعة عشان ما يعملش قشرة او نغطيه. وحتى لو ما غطيتوش وعمل قشرة مفيش مشكلة خالص. هننزل بقى الكمية بتاعة الكيك بتاعنا او خليط الكيك بتاعنا، هنسكبه على الصينية. لازم يكون فيها حافة كده علشان لما تدخل الفرن تستوي هتعلى شوية. بس يا ستي هنجيب بقى صينية فيها مية مغلية حوالي ربعها، يعني ما تبقاش عالية قوي ولا قليلة قوي، وهنغطيها او هندخلها الفرن. من غير ما نغطيها هندخلها الفرن على درجة حرارة 170 180. بعد نص ساعة 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك هتدخلي فيها الخلة هتلاقيها استوت تمام. يبقى خلاص كده هي تمام. هتطلعيها من الصينية وتستني عليها كده لما تبرد خالص خالص خالص. وبعد كده تدخليها التلاجة لما تقعد لها كده 3 4 5 ساعات. هتبدأي تعملي ايه،
تقلبيها كده. طبعا دي اللحظة الحاسمة، خبطي كده خبطتين 3، هتحسي ان هي خلاص بقت مجوفة معاكي، تقدري تشيلي الصينية. ما حسيتيش بالتجويف تحت ايديكي، ما تشيليش الصينية ودخليها تاني التلاجة. تمام، هتطلع معاكي متماسكة وزي الفل. تقدري بقى تقطعيها وتقدميها للولاد وبألف هنا وشفا. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش بقى دعوة حلوة، وتسيبي لي تعليق جميل زيك يا ست الكل. ربنا يحسن بين ايديكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.